بسم الله الرحمن الرحيم. وبنص كيلو لحمة مفرومة هنعمل منيو الأسبوع ده إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد. أنا علياء ودي قناتي. لو أول مرة تشوف القناة يا ريت تضغطي على زر الاشتراك الموجود تحت الفيديو، ولو عجبك الفيديو يا ريت تضغطي لي لايك فضلا وليس أمرا. يا ريت يا جماعة محدش ينسى اللايكات. النهاردة بقى المنيو بتاعنا خفيف وظريف، وبنص كيلو لحمة مفرومة هنقدر نعمل المنيو بتاعنا كله. تمام. أول يوم عملت فيه محشي. ممكن تعمليه محشي أرتاحي، أو ممكن تعمليه محشي بماجي، أو ممكن تعمليه محشي يعني زي ما تحبي. أنا دايما بشيل الشوربة وأعمل بسبب المحشي والبامية والملوخية. دايما أشيل الشوربة في الفريزر. عشان كده طبعا خلطة المحشي زي ما انتوا عارفين سهلة وبسيطة، وممكن انزلها لكم ان شاء الله في فيديو. بس انا بحب دايما ادي الرز تقليبه مع التسبيكه بتاعه الطماطم، عشان خاطر ايه يشرب منها ويستوي نص سوا، يعني يعتبر مستوي شويه حبه صغيرين. زي ما انتم شايفين كده، هو مش مفلفل ولا حاجه، ده هو يعني واخد له 5 دقائق كده على النار، فبيطلع زي الفل ومظبوط. وبعد ما بخلص بحطهم في صينيه وادخلهم الفرن. فأول يوم عملت محشي كوسة ومحشي بتنجان، وكمان محشي ورق عنب، وكان عندي جوزين حمام دبحتهم وعملتهم بالمرة مع المحشي. تمام. دايما يا جماعة الطيور في البيت لما تربيها في البيت خير بصراحة. في البيض، يعني مزنوقة في حاجة تذبحي براحتك. تمام. فعشان كده أول يوم إن شاء الله عملت فيه محشي وعملت فيه حمام. دايما الحمام نعمل جنبيه محشي. تاني يوم بقى عملت صينية جلاش باللحمة المفرومة، وعملت صينية مكرونة بشاميل. طبعا المكرونة بالبشاميل عارفين ان احنا ممكن نعملها من غير لحمة، فانت ممكن تعملي صينية جلاش وتعملي صينية مكرونة بشاميل جنبيها من غير لحمة، زي ما تحبي يعني زي ما انت عايزة. المهم قطع صغيرة من اللحمة المفرومة هتفرميها مع بصل وفلفل، هتعصجيها مع بصل وفلفل وطماطم وكمان حبة من الجزر، هتديكي كمية حلوة قوي تقدري تعملي بيها. آه تقدري تعملي بيها كل حاجة. أنا نص كيلو لحمة مفرومة عملت بيه كذا وصفة، مش وصفة واحدة بس. فعشان كده زي ما قلت لكم أنا دهنت الصينية هنا الأول، وبعدين نزلت بطبقة من الجلاش. مش عارفة إيه اللي حصل للفة بتاعت الجلاش، مش مكفية معايا، يعني مش عارفة بصراحة هم صغروها ولا قصوا منها ولا شالوا منها ولا إيه بالظبط. المهم تمام. فأنا بحط طبقة طبقة، بدهنها بالسمنة، وبعدين بحط عليها دهنة حاجة بسيطة يعني من اللبن السايب بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده بيورقها وبتدينا حاجة طبقة حلوة يعني. تمام. بيخليه مورق دايما. زي ما انتم شايفين اللحمة المفرومة انا حطيت طبقة كمان من اللحمة المفرومة، بعد ما حطيت كذا ورقة من الجلاش بتاعي. وبعدين زي ما انتم شايفين في جزر، في فلفل، في طماطم، في كل حاجة. تمام. هنا بقى هعمل نفس الموضوع برضو. هدهن سمنة وادهن اللبن برضو بيديله توريقة حلوة قوي. بتنفع. وكمان انا مش بحط عليه لبن وبيض، لا بعمله بالشوربة بس، لان اللبن والبيض اصلا جوزي ما بيحبش البيض في المكرونة البشاميل، ومش بيحبه كمان في الجلاش. فعشان كده هعمله بس بالشوربة. وعلى فكرة بالشوربة بيطلع طعمه أجمل وأحلى. هقطعه وهو ني طبعا زي ما انتوا عارفين. القطعية اللي انت تحبيها، عايزة تقطعيه سمبوكسات، عايزة تقطعيه مربعات زي حالاتي، عايزة تقطعيه براحتك اللي انت عايزة تعمليه. تمام. فانا هقطعه زي ما انتوا شايفين كده مربعات صغيرة، وبعدين هنزل عليه بالشوربة واسيبه شوية قبل ما ادخله الفرن. زي ما انتوا شايفين كده الشوربة بتاعتي هسيبه، بس الشوربة مش سخنة على فكرة، الشوربة باردة. تمام. فانا هسيبه شويه حبه صغيرين كده يتشرب من الشوربه بتاعتي. انا عايزاه يشرب من الشوربه بتاعتي، مش عايزه ادخله الفرن دلوقتي. تمام. بعدين بقى المكرونه البشاميل انا عملتها قبل كده معاكم، وعملتها من غير لحوم. هنا بقى انا حطيت باقي اللحمه المعصجه اللي عندي، فهعمل بيها صينيه مكرونه بشاميل محترمه، هتكفي معايا كمان ممكن يومين. تمام. زي ما انتم شايفين كده انا عملت معاكم البشاميل قبل كده، وعملت معاكم قبل كده عملت معاكم قبل كده المكرونه البشاميل على البوتاجاز، بس انا هدخلهم الفرن بالمره عشان كنت خابزه في اليوم ده، كنت خابزه عيش شمسي، فقلت بقى ادخلهم بالمره كلهم.
أحب دايمًا لمّا أعمل حاجة في الفرن الكبيرة يعني، أحب أعمل جنبها حاجة الغدا برضه حاجة تتحط في الفرن، عشان خاطر كلّه يدخل مع بعضه، ما اسيبش حاجة كده ولا كده. بس يا حبايبي زي ما أنتم شايفين كده باغطّيها بالبشاميل وبعدين هادخّلها الفرن على طول. نيجي بقى بُصّوا الشكل، ما شاء الله الفرن الكبيرة بتطلّع الأكل متحمّر من فوق كده وشكله حلو أكتر من الفرن الصغيرة. وده بقى كان يوم كان يوم زي الفل إن شاء الله. اليوم التاني بقى حتّة لحمة مفرومة برضه صغيّرة، قطعة صغيّرة، هتفرميه مع جزر وفلفل وبصل، وهتعملي أحلى تتبيلة حواوشي، أحلى حواوشي في الدنيا. أنا مصوّرة الحواوشي احتمال كبير أنزّله لكم يا حبايبي، لو لقيت تفاعل إن شاء الله هانزّله أو هانزّله في روتين يعني والّا حاجة. زي ما أنتم شايفين كده عملت كمية محترمة، وبعدين باسوّيه على الطاسة، وبعدين بادهنه بالسمنة وأغطّيه، لازم أغطّيه، مش باسيبه على كده، عشان اللحمة بتاعتي تستوي من جوّه. باغطّيه واسيبه واحمّره واقلبه على الناحيتين. زي ما أنتم شايفين كده ما شاء الله عمل لي كمية حلوة، وكمان شِلت منّه حتّة صغيّرة، العيش ما كفّاش عندي فشِلت منّه حتّة صغيّرة حطيتها في الفريزر. اليوم الرابع بقى عملت طاجن كوسة. عايزة تضيفي بقى حتّة لحمة مفرومة تمام، مش عايزة تضيفي خلاص. أنا قلّبت بصلة وفص توم والكوسة معاهم، وبعدين حطيت معاهم الصلصة، وهاسيبها تستوي حلو أوي، وبعدين هادخّلها الفرن. عندِك شوربة حطّي شوربة، عندِك ما عندكيش شوربة حطّي مرقة وشوية رُز جنبها تبقى زي الفل، تبقى أكلة محترمة يعني. زي ما أنتم شايفين كده أنا غطّيت. أنا دايمًا لمّا باجيب نُص كيلو لحمة مثلًا قطع، باشيل منّه حتّة أو حتّتين في وقت زنقة زي كده باعملهم، زي ما أنتم شايفين كده. يعني مش باطيّب النُص كيلو كلّه أو مش باطيّب الكيلو كلّه طبعًا، باطيّب حتت منّه صغيّرة كده على قد أنا والولاد، وبعدين باشيل حتّتين منهم كده للزنقة، اللي هو وقت ما يكون ما عنديش حاجة باطلّعهم وأعمل جنبيهم. شوفوا ما شاء الله عملت جنبيهم طاجن كوسة وملوخية ورُز، وكمان وحتّتين اللحمة أهو زي ما أنتم شايفين حاطّاهم في الطبق. زي ما أنتم شايفين يا حبايبي الست اللي عايزة تدبّر بيتها وتمشّي أمورها، بتمشّي أمورها زي ما هي عايزة. اليوم بقى الخامس عملت مكرونة، وزي ما قُلت لكم قبل كده حتّة الحواوشي اللي أنا شِلتها عشان العيش ما كفّاش، أنا طحنت عليه رُز وعملت عملت كفتة رُز، زي ما أنتم شايفين كده، بالجزر يعني الخلطة نفْسها بالجزر، بالفلفل، بالبصل، بكلّه حطّيت عليه الرُز المطحون وقلّبته كويس أوي، 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 وبعدين رُحت حطّيتها في التلاجة نُص ساعة تتشمّع، وبعدين رُحت قاليتها وعملتها زي كفتة زي ما أنتم شايفين كده بالضبط، برضه مصوّراها في فيديو، واحتمال كبير أنزّلها لكم في فيديو لوحده، عشان خاطر بس في ناس طلبت منّي إن أنا أقصّر في الفيديو عشان خاطر الباقة وكده. اليوم السادس بقى كان اليوم السادس بقى كان المفروض عندي سمك، زي ما وريتكم في المشتريات الأسبوعية بتاعتي، اشتريت كيلو سمك، قُلت بقى أعمله عشان خاطر الولاد طلبوا منّي يعني السمك، وعملت جنبيه رز أبيض، وعملت جنبيه سلطة. طبعًا التتبيلة بتاعة السمك إحنا عارفينها، اللي هي توم وكمون وكزبرة ناشفة وفلفل أسود وبصل بودر وتوم بودر، وكمان لو عندِك الفلفل الأحمر ده اللي هو زي الصلصة بتاعة الفلفل، تمام، هتحطيه برضه معاهم أو مستردة، يعني على حسب ما يكون عندِك إيه، تمام، الدقة بتاعة الفلفل. فأنا حطيت ولو عندِك مستردة تمام، بس أنا للأسف ما عنديش مستردة، فعملته كده من غير مستردة ولا دقة الفلفل برضه كانت خلاص خلصت عندي. فعملت رز أبيض وسلطة خضرا، وعملت كمان السمك بتاعي زي ما أنتم شايفين كده. أنا كنت عايزة أعمله سمك مشوي، بس بصراحة جوزي ما رضيش يعني، قال لي حلو المقلي وكده، فعملت المقلي. أنا كنت عايزة أعمله مشوي عشان خاطر الزيت. وبكده حبايبي ده آخر الأسبوع، خلاص عملت أكلة أرداحي اللي هو البطاطس بالدمعة، وعملت ملوخية وعملت رز. أتمنى منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو لو كمّلتِ الفيديو للآخر، واشتراك في القناة لو عجبتِك القناة، واشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد، وإن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.